بصراحة كده أهلنا الطيبين يا أخي، أنا داير أعرف بس الثروة السودانية قاعد تمشي وين؟ فما ممكن يا السادة تعيشون عيشة بتاع طروش وتخلونا ما فاهمين أي حاجة في البلد دي. والله يا جماعة بقينا سودانيين على الهوية بس، لكن كونه يا أخي إحنا مستمتعين بالبلد وبالحاجات اللي فيها ما مستمتعين الناس المتسلخين في السلطة بس مستمتعين بحاجات البلد دي، لكن المواطن عينه طالع وما مستفيد أي حاجة وعايش في البلد كأنه أجنبي. أي حاجة يا جماعة بقت غالية في البلد، ما في حاجة رخيصة، ما في. العلاج غالي، التعليم غالي، يعني ما في حاجة. حتى يا جماعة الأوراق الثبوتية بقت غالية، الرقم الوطني بقى غالي، البطاقة القومية بقت غالية، الجواز لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة. الجواز يصل يا أخي ل50,000. ليه يا جماعة؟ يا أخي البني آدمين دايرين يتخارجوا ويخلوها عليكم عديل كده، عملوا لهم يا جماعة الجواز ب50,000. طيب يا جماعة هنا يا أخي كمواطنين سودانيين مستفيدين شنو بس يا جماعة من سودانتنا دي؟ مستفيدين شنو؟ يا ريت السادة المسؤولين يا ريت تنظروا في أمر المواطن المسكين الضعيف ده، تنظروا في أمره، يا ريت بس تنظروا في أمره. كفاية يا جماعة، كفاية صدروا للناس أسلحة وذخائر والكلام الفارغ ده يا جماعة، صدروا للناس حياة تستفيد منها. والله بصراحة كده يا جماعة أموال الدولة كله ماشي في سلاح وماشي في عربات وفي حاجات كده يعني ودعم متمردين وما عارف، يعني ما في تنمية، ما في أي حاجة. حسوا يا بني آدمين، حسوا يا جماعة، حسوا. والله بصراحة كده احنا الظلم اللي عايشينه ده اقسم بالله يا جماعة دي حاجة ما بترضي رب العالمين، ما بترضي رب العالمين، ما بترضي. وانا ما عارف يا جماعة انتوا يا اخي كناس قاعدين في السلطة يعني راضيين بالوضع الحاصل ده كيف ده؟ الله اعلم يا جماعة. يا جماعة الرخيفة دي يا جماعة المواطن ما يعني لو ما مواطن كده يا جماعة متمكن ما هيقدر، لو عنده 7 أولاد ولا حاجة ما هيقدر يأكلهم، كويس. والأجور يا جماعة الأجور ضعيفة جدا، ما في شغل، كويس. يا جماعة البلد بقى ماشي ظلم في ظلم وخلاء وحاجات كده غريبة جدا يا جماعة أحسن تحسوا بالبني آدمين، السلطة دي يا جماعة رب العالمين أداكم لها ما عشان تقعد تظلموا في الناس، تدعموا ليه المتمردين والكلام الفارغ ده يا جماعة. والله بصراحة كده يا جماعة الحياة اللي بتحصل دي حياة بطالة جدا، ما حياة بتاع بني آدمين. يا ريت السادة المسؤولين يحسوا بالمواطن الضعيف ده، يا ريت وتنظروا في أمره وتشوفوا يا جماعة المواطنين دي ناقصهم شنو. فبصراحة كده يا جماعة البلد دي والله يا جماعة ناقصة بس وطنيين، ما في ناس بخافوا على البلد. لو في ناس بخافوا على البلد احنا والله يا جماعة وضعنا ما بقى بالطريقة دي، وضعنا كان لو لقينا ناس وطنيين وضعنا كان بيتحسن، لكن للأسف الشديد ما في وطنيين، ما في زول بيخاف يا جماعة للسودان، ما في. عشان كده احنا كل يوم يا جماعة دولارنا يزيد، كويس، والحياة تبقى غالية والمواطن ده حاله ينهار والدولة تنهار وكل حاجة ينهار. يا جماعة أحسن تنظروا في المواطنين، خليكم من المتمردين والكلام الفارغ ده يا جماعة، يا جماعة. بصراحة كده والله يا جماعة قروش كله ماشي في سلاح وماشي ما أعرف ليكم مؤتمرات وكلام فارغ، وإحنا يا جماعة كمواطنين إلنا طالع. يا ريت السادة المسؤولين يحسوا بالمواطن ويحسوا بمعاناة المواطن، لأنه يا جماعة المواطن ده خلاص المواطن ده جاب آخره. فأحسن يا جماعة تحسوا، ويا ريت يا جماعة تكون الرسالة وصلت، وأي زول بتمنى إنه يشاهد الفيديو يا جماعة يعمل شير عشان الرسالة تصل للناس ديل، عشان يشوفوا يا جماعة معاناة الناس ديل والظلم الحاصل ده. ويلا أهلنا الطيبين وربنا يصلح الحال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.